تخيل انك هتقابل العميل اللي بتحلم تشتغل معاه، تتكلم معاه ازاي؟ هتساله ايه؟ هتعرض خدمتك عليه ازاي؟ في الفيديو ده هشرح لك 4 خطوات اوعى تقابل اي كلاينت من غير ما تكون عارف. انا نور، المسؤول عن الاوبريشنز في الايجنسي اللي طاهر اسسها، اللي اشتغلت مع اكبر صناع محتوى في الشرق الاوسط وكمان صناع محتوى كتير في الغرب. ماني لاب يونيفرسيتي هدفنا نعلمك ازاي تعمل فلوس في البيت خطوه بخطوه. اتاكد انك عامل سبسكرايب عشان تشوف كل جديد وعشان تقدر تدخل $1000 من وانت قاعد في البيت حتى لو انت تحت ال 20 سنه. قبل ما تبدا الفيديو في حاجه مهمه قوي عايز اكلمك فيها، وهي فكرة انك تقفل ديلز دي مش محتاجاك ان انت تكون شخص جامد قوي وبتتكلم بسرعة قوي وانك تتكلم كتير والكلام ده كله. لا، عادي جدا. انت ممكن في البداية تكون بتتلجلج في الكلام، ما بتعرفش تتكلم قوي، بس خليك عارف ان انت مع التدريب هتتحسن. التدريب هيخليك ممتاز. برضه خليك عارف ان انا قدرت اقفل ديلز باكتر من 100,000 جنيه وانا عندي 17 سنة، وده يثبت لك ان انت بنفسك تقدر تعمل كده. حتى لو انت عندك 15 سنة تقدر تعمل نفس الحاجة. اول خطوة هي اسمع كويس، مش مجرد تسمع بس. كان زمان الناس لما بيجوا يبيعوا خدمتهم كان دايما بيخش وهو يتكلم كتير قوي مع الكلاينت، يقعد يقول له قد ايه ان الخدمه بتاعته قويه قوي. بس الكلام ده ما بقاش دلوقتي. زمن ان انت تقعد تتكلم كتير ما بقاش موجود دلوقتي. عشان تعرف تبيع خدمتك لازم تكون مستمع كويس قوي. انت مش في المكالمه عشان تفرض عضلاتك وتبين للكلاينت ان انت بتعرف تتكلم وان خدمتك دي اجمد خدمه. لكن اللي المفروض تعمله هو انك تفهم العميل، تفهم شخصيته، تفهم مشاكله. لان في اغلب الوقت اساسا المشاكل اللي الكلاينت بيكون فاكر ان هي مشاكل بتكون مش هي دي المشكله. ممكن تكون المشكله اعمق من كده، او انه باصص على مشكله مش هي دي السبب في انه مثلا ما وصلش لنتيجه معينه. وفكره بقى ان انت تكون مستمع جيد دي مش بس ان انت تقعد سامع كده وثابت جسمك ثابت مثلا في الميتنج او في المقابله اللي انت قابلته فيها. لا، لازم تكون متفاعل معاه. يعني بتقول له ايوه فعلا، تحرك جسمك، بتبين له بلغه جسدك انك متفاعل معاه وسامعه كويس قوي. وكمان مش بس سامعه، انت منصت ليه قوي. يعني لما هو يقول لك حاجه معينه حتى لو تفصيله صغيره قوي، ركز في التفاصيل دي عشان ممكن تساله فيها تاني. ولما تساله فيها تاني انت كده بينت له انك مركز في ادق التفاصيل، فهو في عقله الباطن هيقول لك بس هو كده شخص مركز في كل التفاصيل، فده شخص بروفيشنال ومش شخص داخل يبيع لي، ده شخص هو عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. واهم حاجه ودي نصيحه حرفيا بفلوس، ما تبقاش داخل الميتنج مموت نفسك على الديل. لا عادي، لو الديل ده ما اتقفلش عادي في ديل تاني هتلاقيه، لكن ما تخشش ان انت بتحاول باي شكل ان انت عايز تبيع الخدمه. لانك لو عملت كده انت بتبين للكلاينت قد ايه ان انت ميت على الشغل ده. فلو بينت له انك ميت قوي على الشغل هيقول ايه ده يعني انت ممكن تكون ميت على الشغل بس الشغل ده اساسا هو مش محتاجه. فاهم حاجه انك لازم تعرف اساسا ان هو محتاج شغلك ده. يعني على سبيل المثال لو انت داخل تبيع له خدمه مونتاج، طب انت مين قال لك اساسا ان التارجت اودينس بتوعه او الفئه المستهدفه في المحتوى بتاعه محتاجين اصلا مونتاج؟ ممكن تكون الفئه المستهدفه بتاعته اساسا من النوع اللي بيحبوا يتفرجوا على المحتوى رو او محتوى ما فيهوش اديتنج اساسا. فانت لازم تفهم كويس قوي المشكله عشان لما تلاقي نفسك بتحل المشكله بتاعته ما تلاقيش نفسك بتحل مشكله ثالثه اساسا مالهاش علاقه. لا، تلاقي نفسك بتحل المشكله بتاعته. وبرضه عشان خاطر لما انت تسمعه كويس قوي ويجي دورك ان انت تتكلم بقى، هو يبقى سامع كويس قوي. لكن انت لو كل شويه ما هو يتكلم تروح مقاطعه، ودي مشكله كبيره قوي فكره انك تقاطعه. فلو انت كل شويه ما هو يتكلم تروح انت مقاطعه تقول له اه فعلا ده مش عارف ايه لا، سيبه يتكلم، خلص كلامه وبعدين انت تتكلم وكمل بقى الفيديو عشان هقول لك لما انت تتكلم تقول ايه بقى. تاني خطوه، ما تقولش انك جامد، خلي العميل يستنتج ده. اوعى تروح تقول للكلاينت انا خدمتي احسن خدمه وانا كويس قوي وشاطر وبحب شغلي ومتخرج من كليه كذا ومش عارف ايه. لا، لازم تساله اسئله وتخليه يستنتج من اسئلتك انك افضل حل ليه وان خدمتك دي هي المناسبه ليه. عشان تعمل كده لازم تعمل ايه؟ لازم تدور على مشكله حقيقيه. ودي الخطوه الثالثه. في الفنون القتاليه او حتى في الحروب، لو انت لقيت قدامك خصم الدفاع بتاعه مقفل جدا او لقيت جيش قدامك بيدافع كويس قوي، فاحسن حل تعمله هو انك تلاقي ثغره في الجيش ده وتدخل من عندها. طب لو الجيش ده دفاعه حلو قوي وما فيهوش اصلا ثغرات، ايه اللي القاده دايما بيدوروا عليه وبيعملوه؟ هو انهم بيخلقوا ثغره ويدخلوا من عندها في الجيش ده ويدمروه. ده بالظبط اللي انت هتعمله، انك تلاقي مشكله حقيقيه. هي فكره انك تلاقي ثغره تدخل من عندها عشان تعرف تستعرض خدمتك بشكل كويس. من غير ما تستعرض لازم هو اللي يستنتج. على سبيل المثال، ممكن احد اسئلتك للكلاينت تكون ايه هي اهدافه من البيزنس ده، ليه بيشتغل. فلما تعرف ان هو ليه بيشتغل ممكن مثلا يقول لك انا دلوقتي هدفي ان انا احقق 1,000,000 جنيه في الشهر. فانت تلعب على المشكله دي. هي مش مشكله، هي هدف بتخليه كل يوم يصحى من النوم يشتغل. هو انه عايز يوصل لاول 1,000,000 جنيه او ان هو نفسه يحقق الحريه الماليه لاولاده. فانت تلعب على النقطه دي. على سبيل المثال لو قال لك ان هو هدفه ان هو يدخل 1,000,000 جنيه في الشهر وهو مثلا مشغل اعلانات عنده، فانت ممكن تجيبها له تقول له ان انت بسبب ان اعلاناتك مش بتجيب نتيجه ومش بتحقق ROI او ريتيرن اون انفستمنت،
او ان انت الفلوس اللي انت بتدفعها بترجع لك تاني اسكان بقى زيها بالظبط او اعلى منها، هو ده السبب ان انت مش عارف توصل لهدفك انك تعمل اول مليون جنيه في الشهر او انك تحقق الحريه الماليه لاولادك. طيب بكل بساطه انت هتقول لي طيب انا عرفت ان انا لازم الاقي مشكله. طب انا هلاقي مشكله ازاي؟ وهي انك تسال اسئله. الاسئله هي اللي هتخليك تعرف توصل للاستنتاجات بتاعت العميل، وكمان لما تساله اسئله معينه هتخلي العميل يستنتج حاجات معينه انت عايزه يستنتجها. وده اللي هنقلنا للنقطه الرابعه، هي اسال اسئله، ولكن ما تسالش اي اسئله ملهاش اي لازمه عشان تبين ان انت متفائل في الكول. لا، لازم تسال اسئله ليها هدف. يعني السؤال اللي انت بتساله تبقى عارف ان اجابته يا اما في صالحك يا اما في صالحه. بس نقطه مهمه قوي، الاسئله اللي في صالحك دي انت بتسالها مش عشان تفرض عضلاتك، لا انت بتسالها عشان تحاول توصل لحل مع الكلاينت. يعني بكل بساطه انت زي ما قلت لك في بدايه الفيديو، انت مش داخل تبيع له بس، لا انت عايز تكسب علاقتك مع الكلاينت ده، لان انت حتى لو ما بعتلوش الخدمه دي فهو لو شافك ان انت محل ثقه ممكن حتى يكلمك في بيزنس قدام. ممكن دلوقتي حالا ما يقفلش معاك ديل، بس قدام يبقى بيجهز لك حاجه قويه قوي ويقفل معاك ديل ب10 اضعاف المبلغ اللي انت كنت حاطه في دماغك او اللي هو كان حاطه في دماغك. فلازم تسال اسئله مقصوده. يعني على سبيل المثال، ازاي حضرتك بتستغل فيسبوك في انك تفعل اعلاناتك؟ هو مثلا هيقول لك انا بستخدم فيسبوك عشان افعل اعلانات على الصور للمنتج اللي انا بقدمه. فانت هتقول له طب وهل حضرتك بترد لك المبلغ اللي انت بتدفعه في الاعلانات على شكل مبيعات؟ يعني انت لو حطيت مليون جنيه في الاعلانات هل بيترد لك مليون زيهم او اكتر منهم؟ هو هيقول لك لا بصراحه. فانت هتقول له بصراحه لو كنت مكانك يعني كنت هقول على الاقل المبلغ اللي انا بحطه يترد لي على شكل مبيعات، او على الاقل نفس المبلغ بالظبط، عشان ابقى بحط مجهود ووقت وبيترد لي المجهود اللي انا بحطه ده. يعني ليه تدفع فلوس كتير وتحط وقت ومجهود ومفيش عائد؟ هو هيقول لك والله انا كنت عايز ابقى متجدد مع السوق، يعني ابقى ابديتد، انا شفت كذا شركه بيعملوا نفس الحاجات فانا قلت يعني ليه لا. فانت هتقول له هي فعلا فكره كويسه انك تكون متجدد مع السوق والكلام ده، بس فكره ان ما يبقاش فيه عائد دي صعبه شويه. هو على سبيل المثال هيقول لك والله احنا كنا بنحط اقصى مجهودنا. النقطه الجايه دي بقى مهمه قوي واللي ممكن تخليك تقفل الديل في ثانيه كده، وهي انك دلوقتي لغايه دلوقتي في الكول انت لقيت جبت له مشكله ولعبت على ثغره عنده، هي انه مش عارف يوصل للنتائج بتاعته، وهو انه على الاغلب ماشي في الطريق الغلط، بس من غير ما تقول له انت ماشي غلط انت خليته هو يستنتج حاجه زي كده وخليته يفكر. فانت بقى هتبتدي بقى ان انت تبيع، تلعب بقى شغلتك. هتقول له بكل بساطه انا مقدر جدا مجهود حضرتك وعارف انك بتبذل وقت ومجهود عشان تعرف توصل للنتائج دي، بس خليني اسالك، هل في اي وقت فكرت انك ممكن يكون سبب ان مفيش نتائج هو استهداف الناس الغلط، او بسبب ان المحتوى اللي بينزل وبيتفعل عليه اعلانات ممكن ما يكونش جذاب كفايه للجمهور؟ لان بصراحه مش دايما بتكون المشكله في المنتج او الخدمه اللي بنقدمها، اوقات كتير بتكون المشكله في الطريقه اللي بنوصل بيها الرساله للجمهور المستهدف. يعني على سبيل المثال لو انا مسكت الاعلانات لحضرتك فانا هعمل دراسه جدوى وهحدد فعلا ايه الجمهور المستهدف بتاعك وازاي نوصل لهم، ايه الحاجات اللي هم مهتمين بيها، بنلاقيهم في انهي ابلكيشن، ايه اكتر محتوى بالنسبه لهم جذاب، وده اللي هيساعدني فعلا اوصل للنتيجه دي. لان انا فعلا حققت كده مع الكلاينتس بتوعي، كنت دايما بعمل دراسه جدوى واعرف الجمهور ده مكانه فين وبقدر استهدفه، وحاجه زي كده الحمد لله خلتني اقدر احقق نتائج مع الكلاينتس وازود لهم ارباحهم 10 اضعاف و20 ضعف. فانت كده بكل تواضع ومن دون ما تبين له ابدا انك بتبيع الخدمه اساسا، بينت له مشكله وحددت له حلها فين، بس من غير ما تقول له تعالى اشتري معايا. انت قلت له انا لو مكانك او دي الطريقه اللي انا بتعامل بيها مع الناس معايا، هو بقى بيتخيل كده انا لو اشتغلت معاه ايه الشكل اللي هو هيعاملني بيه، ازاي هوصل لي للنتائج دي. هل هو اساسا عمل نتائج قبل كده مع كلاينتس اساسا؟ فناس كتير قوي ممكن تخش الديل مثلا يقول انا اسمي كذا وبعمل كذا وكذا وحققت نتائج مع كذا ومش عارف ايه. انت كده داخل تبيع. لو داخل تبيع هتلاقي هو في دماغه كده زهق، اتخنق، انا مش عايز اسمع اللي انت بتقوله، انا عايز النتيجه بس. يعني اللي هو ايه، يلا انجز انجز حالك. فدي نقطه مهمه قوي. وفي حاجه بقى كده، الميتنج دلوقتي حالا انتقل من ان انت داخل او ان انت تظهر قدامه ان الميتنج ده او المقابله دي هدفها ان انا داخل عايز ابيع خدمتي بسرعه وهات فلوس وخد خدمتي والكلام ده، هينتقل ان انت دلوقتي بقيت انت الشخص الفاهم، بقيت انت الشخص صاحب الخبره، وانت الشخص اللي هو هيلجأ له في حل المشكله دي. وهتلاقي دلوقتي ان الميتنج انتقل لنقطه تانية اللي هي مش ايه الخدمه اللي بتقدمها وهل الخدمه اللي بتقدمها دي مفيده ليا وهتساعدني اوصل لنتيجه ولا لا، هينتقل لنقطه ايه السعر. وهتلاقي ان العميل دلوقتي وصل في مرحله في اغلب الاحيان يعني ان هو بيحاول يوصل لسعر كويس، يعني وانه بيحاول ياخد منك خصم مثلا او يستفاد بخدمتك باقل سعر ممكن. وان شاء الله في الفيديوهات الجايه هساعدك انك تسعر خدمتك، وكمان لو العميل قال لك سعرك غالي ترد عليه ازاي. وهقول لك دلوقتي حالا نقطه مهمه قوي بجد بجد، هي دي اللي هتفرقك عن اي حد تاني، وهي انك لازم تكون مهذب جدا مع كلاينت. حتى لو كلاينت نفسه انت مش شايف ان هو احسن طريقه بيعاملك بيها، لا انت لو مهذب مع كلاينت بتتعامل معاه بطريقه كويسه وبطريقه بروفيشنال، تحاول تساعده
بتشوف مشاكله، بتتكلم بتون هاديه، انت مش اجريسيف، مش بتتكلم بسرعه قوي، مش بتتدخل في حياته الخاصه. كل الكلام ده هيخليك ثابت في مكانك، لانك حتى لو الكلاينت ده ما اشتغلش معاك وهو ذات نفسه عاملك بطريقه وحشه، فلما حد تاني يساله عنك هو مش هيقول عليك كلمه وحشه. ولو الكلاينت ده كويس وانت عملته بطريقه كويسه جدا، هو هيرجعك لناس تانية. لان انت ما ينفعش تبص تحت رجليك وتقول بس انا هقفل الديل ده وخلاص وافكر بعدين. لا، فكر دايما لقدام، لان صدقني الديل ده او اي ديل تاني مش هو اللي هيدخلك فلوس كتير، لكن لما سمعتك تتحسن وكل الناس تقول عليك ان انت كويس قوي، هو ده فعلا اللي هيخليك تعمل فلوس كتير قوي، لانك ساعتها هتبقى بتطلب السعر اللي انت عايزه من غير ما حد يكلمك ابدا. فاتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وفعلا المعلومات اللي انا قلت لك في الفيديو ده معلومات بفلوس، وهتلاقي ناس كتير قوي بتعمل كورسات عليها وبتبيعها بالاف الدولارات، بس انا اديتها لك ببلاش لان انا يوما ما كنتش عارف اي حاجه من المعلومات دي، وكان نفسي ان حد يجي يقول لي المعلومات دي. فتاكد انك تدخل الكوميونتي، عشان هناك بننزل حاجات مش بننزلها على اي سوشيال ميديا بلاتفورم عندنا. وكمان بنعمل ميتنج كل اسبوعين، الميتنج ده بيبقى مسموح لك فيه انك تسال اي سؤال انت عايزه، بس كان مني انا او من طاهر او من احمد. اتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو ده، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.